صباح الخير. اشتريت من فترة مجلة اسمها المعرفة، وهي مجلة مصرية علمية كانت بتصدر في مصر تقريبا من 1950 ل 1970 80 حاجة في الحدود دي. المهم في أحد من مقالاتها مقال بيتكلم عن الفراش. الصراحة كان عاجبني جدا، وكنت مستغربة ان ازاي نفس دودة الأز بتطلع كل الألوان وكل التنوع من الفراش اللي احنا بنشوفه. يعني مثلا لو عندنا دوتين، واحدة هتطلع فراشة لونها عسلي والتانية هتطلع فراشة لونها أزرق أحمر أخضر أي لون. بالنسبة لي احنا كبني ادمين عاملين زي الفراش، كلنا جينا من اصل واحد، كلنا جينا من سيدنا ادم، بس تشعبنا وبقينا لينا عادات وتقاليد ولغات وكمان اشكال مختلفة عن بعضنا. فكرة الدايفرستي او التنوع دي حاجة مهمة جدا في حياتنا، عشان كده انا بهتم جدا ان انا اتعلم اكتر من لغة ويكون لي اصحاب في اكتر من دولة. فمثلا مرة كنت في تركيا، وهناك اتعرفت على بنت وقالت لي ان في كوبري بيربط الجانب الاسيوي بالجانب الاوروبي في تركيا، وده لان تركيا هي مدينة يعني بتقع ما بين القارتين، فكأنها هي حلقة الوصل. فكانت بتقول لي ان احنا لو ماشيين في جنب معين هنلاقي يافطة مكتوب عليها مرحبا بك في الجانب الاسيوي، ولو لفينا وسوقنا العكس هنلاقي يافطة تانية مكتوب عليها مرحبا بك في الجانب الاوروبي. الصراحة الموضوع ده بالنسبة لي كان شيق وحلو جدا، يعني ازاي دولة تبقى موجودة في النص وازاي ان هي متأثرة بكل الحاجات اللي حواليها. هم فعلا ليهم عادات وتقاليد أوروبية، وفي نفس الوقت عندهم أفكار أو ممكن معتقدات من آسيا، ده غير ان هم إلى حد ما مجتمع شرقي شوية. بس للأسف سيد في العالم بشكل عام فكرة ان احنا لازم نكون كلنا شبه بعض، بنتكلم نفس اللغة، لينا نفس العادات والتقاليد، او نبقى متقاربين، وكأننا عايزين نعمل موديل صب وهو ده اللي لازم نبقى زيه وما ينفعش نكسره، وكأننا بإيدنا بنقتل الانديفيدواليتي بتاعت كل شخص وكل مجتمع. وناسين في كل الكلام ده حاجة مهمة، وهي ان لو في حاجة واحدة بس بنتعلمها في حياتنا، فالحاجة دي بنتعلمها من اي حد مختلف عننا، ومش حد بيفكر زينا وليه نفس الآراء والأفكار وبيلبس زينا وبياكل نفس الأكل. بنروح المدرسة عشان نتعلم كلام مختلف عن اللي أهالينا بيقولوه لنا في البيت. بنصاحب ناس خارج دايرة عيلتنا عشان هم بيضيفوا لنا مشاعر ما بناخدهاش برضو من أهالينا. كل الكلام ده بالنسبة لي مهم جدا، بس في نوع دايفرستي أو تنوع تاني مطلوب، وهو فكرة التنوع التاريخي لأي دولة. يعني مثلا لو بنتكلم عن مصر، احنا كنا فراعنة، وكان بعد كده بقى جت حضارة الهلينستية اللي هم اليونانيين، بعد كده عصر مسيحي، بعد كده عصر إسلامي، ودلوقتي التاريخ الحديث لمصر. كل الكلام ده ساهم في تكوين الشخصية المصرية بالشكل اللي هي موجودة عليه. اكيد احنا دلوقتي بنبص عليه ونقول ازاي كل ده حصل في مصر وازاي الناس كانت متقبلة. اكيد الناس ساعتها كان بيبقى بالنسبة لها صعب ان هي تتغير، وصعب دلوقتي لأي حد ان انا اقول له بص انا هاخد شوية من عاداتك وتقاليدك وكل اللي انت تعرفه عن الحياة والمجتمع وهنحطها على جنب في مقابل ان انت تتطور وتطلع حضارة جديدة. اكيد صعب، بس التطور ده سمة من سمات الحياة. الحاجة اللي ما بتتطورش بتنقرض وبتموت، زي بالظبط الحيوانات بتنقرض، جزء منها بينقرض لان هو ما بيقدرش يواكب التطور بتاع الطبيعة او التغير. كمثل اوقع، مثلا القبائل اللي موجودة في افريقيا جزء كبير جدا منها اختفى نتيجة ان هم متطوروش وما دونوش التاريخ بتاعهم، او مثلا ما وصلت لهمش بعثات او اي ناس من بره يقولوا لهم في حاجة تانية خارج الاطار اللي انتوا عايشين فيه. لسه في موجود، وفي منهم ممكن بيتطور ويعمل شكل مدينة او يبقى حاجة احسن، بس في جزء برضو ممكن يختفي. زي ما الفراشة عشان تطلع لازم الدودة تموت، اي حضارة جديدة عشان تتبنى لازم تتبنى على بقايا الحضارة اللي قبلها، بمعنى ان احنا لازم نسيب شوية من فكرنا وعاداتنا وتقاليدنا على جنب، مش هنرميها بس هنخليها بس كده شوية على جنب ونفكر ازاي نبني ونطور حاجة جديدة. مهم جدا ان احنا نبطل نتكلم عن حضارة 7000 سنة ونحس ان احنا محشورين والتاريخ واقف عند الفراعنة، لان التاريخ كمل، يعني عدى 7000 سنة او اكتر كمان على الموضوع ده. مهم جدا ان احنا نبني حاجة ونسيبها لأجيالنا للأجيال القادمة وأحفادنا، زي ما الفراعنة سابولنا تراث احنا لحد دلوقتي بنتحاكى بيه والعالم كله بيتكلم عليه. احنا كمان لازم نسيب حاجة للناس اللي هتيجي بعدنا ونقول لهم يا جماعة احنا كنا هنا وعملنا وضفنا حاجة على الحضارة او الحضارات اللي كانت موجودة قبل كده.